بما أننا في بدايات الموسم السياحي الجديد في أسوان، هنحاول نستثمر وجود الخبيرة السياحية الأستاذة مريان إسحاق موجودة هنا معنا في أسوان، وهنعرف عنها معلومات عن التسويق السياحي ودوره في تنمية عدد السياح اللي بيجوا للمدينة. برحب بيك أستاذة مريان. أهلا بحضرتك. أستاذة مريان، احنا بنفتتح الموسم الشتوي في أسوان، وده دايما بيكون بدايات التوافد السياحي إلينا، وبنحس إن أسوان بدأت تختلف. نتكلم على التسويق السياحي ودوره إزاي إن احنا نستغل هذا التسويق في إن احنا نكتر بقى عدد السياح اللي بيجوا لأسوان بشكل عام. هو بالنسبة لأسوان، يعني أنا كنت جيت أسوان قبل كده كذا مرة، وجيت في نايل كروزز وكده. المرة دي لما جيت في الكامب اللي أنا موجودة فيه حاليا، الزيارات اللي احنا زرناها امبارح والنهارده واللي هنزورها بكره دي عمري ما شفتها قبل كده بالرغم ان انا واحده اشتغلت في السياحه حوالي 29 سنه، عمري ما شفت الاماكن ديت. بما معنى ان هو في اماكن كتيره جدا حلوه قوي في مصر، لكن مش معمول لها التسويق الكفايه، مش معروفه ومش مهيئه. معبد كلبشه النهارده مثلا لما رحناه تقريبا شبه فاضي، ما كانش فيه غيرنا احنا بس. طيب ايه المشكلة ان معبد كلبشة معبد موجود في موقع في منتهى الجمال في النيل، مفيش اي دايركشن ساينز، مفيش اي لوحات ارشادية، مفيش اي معلومات عنه، مفيش اي اجانب موجودين هناك. طيب ليه الاماكن دي منسية؟ ليه بيبقى التركيز عامة في التسويق السياحي على اماكن معينة، على مزارات معينة ومزارات تانية لا؟ هنا في أسوان هنا يمكن على مر التاريخ دايما معروفة بعض المعابد وبعض الوجهات السياحية هي اللي بتتحط دايما في البرنامج السياحي، وبتكون 1 2 3 يلا زرنا أسوان باي باي. بيجي السائح بياخد جولة في النيل، بيروح معبد فيلة، معبد كومومبو، أحيانا معبد إدفو، إذا أمكن يمشي شوية في الشارع السياحي، وده البرنامج السياحي بشكل عام اللي بيجي. ورغم كده برضو أسوان موجودة على الخريطة السياحية. ازاي بقى نحرك الصورة دي ونحاول نضيف عناصر جديدة، يعني تضيف ملامح جمال جديدة، ملامح للسائح يجي يكتشفها بشكل مختلف، مش كل ما يجي أسوان يزورها بنفس الشكل؟ يعني هقولك على حاجة، ممكن مثلا بالنسبة للفنادق العائمة نبتدي يعني نعرض على الفنادق العائمة ان هم يعملوا برامج سياحية اطول من البرامج اللي هم بيعملوها عامة، وتسهيلات في اضافة الاماكن السياحية الزيادة. دوت هيفرق مع المراكب كتير، لانه المراكب السياحيه لما بتيجي بتقف مثلا في الاقصر او بتيجي بتقف في اسوان، المرسى اللي المركب بتقف فيه لو شركة السياحة مش بتمتلك هي المرسى دوت، بيكون المبيت الليلي بفلوس وبفلوس عالية. فلو المبلغ دوت اتهز شوية، قل شوية، انه يتم اضافة يوم جديد، فدوت ممكن يخلي الشركات ان هي تزود وجهات سياحية او اماكن سياحية تانية في البرنامج بتاعها، وما يبقاش كل الفنادق العائمة اللي شغالة الأقصر أسوان بتشتغل 3 ليالي و4 ليالي و7 ليالي، اللي هي بتبقى الأقصر أسوان أو أسوان الأقصر أو الأقصر الأقصر. دوت هيزود الدخل السياحي بتاع البلد، لأن طبعا الأماكن ديت لما هتتزار من أجانب هيتعمل لها تسويق كويس جدا. كل الأماكن ديت هيبقى ليها مثلا تذكرة دخول بمبلغ بسيط أو حاجة زي كده، ده هيزود الدخل، وفي نفس الوقت هنقدر ان احنا نروج لاماكن في منتهى الجمال ومش معروفه. هنا عاشوا. أشرقت عليهم أول شموس الدنيا. تركوا أيامهم نابضة حية بين أرجاء الجزيرة. هنا أليفانتين. درة التاج وسجل التاريخ، سفينة الأسرار التي رست بهدوء في قلب أسوان.
ونخيل وأشرعة. وحديث لا ينتهي مع الأجداد. الناس اللي بتحب تيجي المكان كذا مرة، ما هو مش كل مرة يشوف نفس الحاجات بنفس الترتيب بنفس الشكل، وبتبقى الزيارة يعني إلى حد ما مكررة، لكن لما كل مرة يكون بيشوف بشكل مختلف ده أكيد برضو هينقل صورة مختلفة. أكيد طبعا. يعني أنا كنت بشتغل في السياحة، قعدت حوالي 29 سنة. أنا استقلت من سنتين. من ساعة ما استقلت وأنا ابتديت إن أنا أتفسح في مصر، أبتدي أشوف مصر. بعدتي عن الشكل النمطي؟ بعدت عن الشكل النمطي وغيرت الطريقة. يعني بدل ما كنت بقعد في فنادق 5 نجوم و4 نجوم وفنادق عائمة، بقيت دلوقتي في سياحة الكامبينج، سياحة التخييم. في كل مرة بزور منطقة جديدة، في كل مرة بستكشف مكان جديد. في زي مثلا كنا في راس محمد، النهاردة احنا نهوت في أسوان في جزيرة هيسا. طلعت رحلة قبل كده هوت للفرافرة والصحراء البيضاء والصحراء السوداء. كنت فعلا حزينة قوي انه تهنا في الطريق واحنا رايحين. جه واحد من الفرافرة بعربية علشان يودينا منطقة في منتهى الجمال اسمها كهف الجارة. كهف الجارة دوت كهف كبير قوي، كله تشكيلات صخورية طبيعية تحت الأرض. ما فيش ولا يافطة في الطريق بتدل ان في حاجة اسمها كهف الجارة في المنطقة دي، رغم ان المكان ده فعلا تحفة سياحية. غيره كتير كمان في كل شبر في مصر ممكن نلاقي مكان فعلا يستحق الزيارة وهو مهمل ومش عليه أي سبوت. الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، أنا فين وفين لما كنت بلاقي ساين صغيرة أو يافطة صغيرة إرشادية قبل المدخل بتاع المكان بكام متر. طب فوتيه خلاص كده، لو فوتته خلاص. وفي اوقات في اماكن منهم او مزارات منهم كنا بالفعل بنفوتهم وبنتوه وبنضطر نتصل بحد علشان يقول لنا لا ارجعوا كذا او امشوا كذا. رحت سيوة. سيوة فيها كمية حاجات في منتهى الجمال والروعة. ليه سيوة مش موجودة على الخريطة السياحية؟ ليه هي مجرد ان هي مقصد يعني مقصد للمصريين فقط؟ خاصة ان سيوة فترة الصيف دي بتبقى سياحة علاجية، وسياحة علاجية في منتهى الجمال. طب الحاجات دي ليه مش موجودة على الخريطة؟ أنا في رأيي إن إحنا لو زودنا التخييم ولو زودنا الأماكن السياحية وزودنا المزارات وزودنا الديستنيشنز أو الأماكن اللي السائح يقدر يروحها، ده هيزود في الدخل بتاع السياحة جامد قوي، لأن ما بقيتيش مركزة على جزء معين. كنت لسه بتكلم مع واحد صاحبنا جاي من أستراليا من شهرين، فبتكلم معاه وبيقول لي برافو عليك انك بقيتي بتروحي الكامبينج وكده. قلت له فكره التخييم انت بتبعد عن كل ما هو فيه تكنولوجيا، بتبعد عن الدوشه والتلفزيون والانترنت والكهرباء والكاميرات، الحاجات دي. بتقعدي فتره استجمام 3 أو 4 أيام حياة طبيعية في منتهى الجمال. مهما كانت ضغوط الحياة ومهما كانت الضغوط بتاعة الشغل بتاعتك، أول ما بترجعي القاهرة بعد 3 4 أيام من الاستجمام دول، كأنك بتعملي إعادة شحن للطاقة بتاعتك. فبيقولي على فكرة أنا بعمل كده وأنا في أستراليا، أنا جايب خيمة وجايب الحاجات بتاعة الخيمة كلها، لأنه عندهم في أستراليا بيحبوا التخييم جدا. طيب ليه احنا ما نحطش بند التخييم على خريطة السياحة في مصر؟ واكيد هنلاقي لها جنسيات كتيرة. يعني انا اديت لحضرتك مثال لواحد من استراليا، يعني معنى ذلك ان في دول كتيرة قوي ممكن ان هي يبقى عندها فكرة سياحة التخييم ويحبوا المبدأ دوت، خاصة انه الناس مع كم التكنولوجيا وكم الضوضاء وكم الحاجات اللي بتشوفيها في التلفزيون والانترنت وكده وضغوط الشغل وضغوط الحياة، بتبقى عايزة تفصلي. فعشان تفصلي صح انا ارشح جامد جدا الناس فعلا تطلع كامبينج، تطلع للتخييم. كمان
من الحاجات الجميلة اللي موجودة هنا في أسوان وفي الأماكن اللي بتهتم بالطبيعة سياحة مراقبة الطيور. دي برضو من السياحات الجديدة اللي تم التركيز عليها في الفترة الأخيرة، وبقت بيجي لها ناس مخصوص عشان يشوفوا مراقبة الطيور. وإحنا خصوصا إن أسوان بتعتبر نقطة مهمة في مسار هجرة الطيور من أوروبا إلى جنوب أفريقيا أو إلى الدول الوسطى في أفريقيا. الموضوع ده برضو من الحاجات الجميلة اللي بتدي أمل إن في سياحات مختلفة ممكن التركيز عليها هنا في أسوان. بالظبط. وبالنسبة كمان لموضوع سياحة الطيور اللي هي التركيز على الطيور وهجرة الطيور ومراقبة الطيور، أنا كنت في راس محمد الشهر اللي فات في اريا هناك. اتفرجي على جمال الطيور لدرجة ان احنا كنا ماشيين بالباص وكان في صقر، مش عارفة هو صقر ولا لا سوري نسر، على بعد 1.5 متر مننا. منظر خرافة، منظر رائع، وكم الطيور والأنواع والألوان وكده. الحاجات دي على فكرة رائعة. والفترة اللي أنا كنت فيها في راس محمد كان وقتها فترة السياحة الإيطالية في شرم الشيخ، فكان كل الأجانب اللي كانوا موجودين في راس محمد كلهم طالعين. معظمهم فاكر ان راس محمد هي عبارة عن الجزء اللي بيتعمل فيه سنوركلينج وبس، بالرغم من ان راس محمد في جواها في مزارات كتيرة قوي، فيها كذا اريا للسنوركلينج، فيها البحيرة المسحورة، فيها الشق الزلزالي، فيها قنوات المانجروف، اماكن فعلا في منتهى الجمال والروعة. انا كنت طول الوقت اقول سبحانك يا رب، الجمال ده موجود عندنا في مصر. في أسوان عندنا مثلا محمية سالوجة وغزال، دي من المحميات المهمة جدا، فيها طيور نادرة وفيها كمان حيوانات نادرة، بالإضافة إلى نباتات وأشجار جميلة جدا. يمكن برضو مش محطوطة على البرنامج السياحي، بس هي من ضمن الأماكن المرشحة جدا لهدوء الأعصاب وللتأمل ولهواة الطبيعة بشكل عام. عشان كده أنا برجع أعيد تاني لحضرتك إنه كفاية نظام البرنامج السياحي الثابت. يعني أنا 29 سنة في السياحة، النظام البرنامج السياحي بتاع الأقصر وبتاع أسوان ثابت، ما فيهوش أي تغيير، ما فيهوش أي إضافة، ومعظمه مرتبط بالفنادق العائمة. عايزين تغيير شوية بالنسبة للسياحة، لأنه مصر فيها حاجات فعلا في منتهى الجمال. برضو في سياحة التراث، ودي من السياحات المشهورة هنا في أسوان، وفي دايما بتكون في الأماكن اللي موجودة على أطراف مصر، يعني سواء هنا في أسوان أو في سيناء أو في الوادي الجديد أو في سيوة أو غيره. السياحة المرتبطة بتراث الناس اللي عايشين في المكان والثقافة بتاعتهم والمقتنيات بتاعتهم والحاجات اللي بيستخدموها. هذا النوع من السياحة ازاي نقدر نستغله؟ عن طريق التسويق الصح ليه. لو اتعمل برنامج سياحي صح، اتعمل تسويق صح، اتعمل فيديوهات تسجيلية صغيرة لكل منطقة بتجيب الدنيا فيها ايه وتركز على جزء جزء جزء. ليه احنا ما نعملش برنامج كده هوت ويركز على جزء هجرة الطيور، يبقى حلقة عن المنطقة الفلانية، حلقة عن المنطقة الفلانية. سياحة التخييم يبقى حلقة في كل منطقة، عشان نبتدي نبين للناس جمال مصر واللي فيها. مصر مش عبارة عن غطس وسنوركلينج في شرم الشيخ، ولا ويند سيرفينج في دهب، ولا غطس في الغردقة وهم الأقصر وأسوان كم معبد بيتزاروا. مصر فيها ثروات في منتهى الجمال، بالرغم ان انا الحاجات دي انا اول مرة بشوفها. لكن مثلا انا رحت الكامبينج بتاع راس محمد مرتين،
من كتر الجمال هناك انا على اتم استعداد ان انا اروح كل شهر. بس في نفس الوقت عارفه انت ما بين ان المكان جميل عايزه تروحيه كل شهر، وما بين ان انت عايزه تستكشفي اماكن تانية. فلو اتعمل افلام تسجيليه صغيره، التخييم مثلا في راس محمد، التخييم في نبأ، التخييم في أسوان، التخييم في النوبة، التخييم في الوادي الجديد، التخييم كلها رسائل إعلامية ورسائل سياحية بتضمن إن مصر تاخد حقها في الترتيب السياحي العالمي. ده أكيد، ده أكيد. يعني على الأقل نبتدي الجزئية ديت نحطها كده هوت، يعني زي ايه، كاختبار. احنا هنسجل الحاجات ديت وهنذاعها، نبتدي نحطها على كاختبار مع شركات السياحه المصريه، تتعاقد مع شركات السياحه الاجنبيه وتعرض عليهم الفيديوهات دي وتعرض عليهم المنتج دوت، وتبتدي تشوف. خاصه ان في اهم 3 معارض لشركات السياحه بيتعملوا: WTM في لندن، ده بيتعمل تقريبا في شهر نوفمبر، الBIT في ميلان ده بيتعمل دايما في فبراير، الITB بيتعمل في برلين دوت في شهر مارس. دول اهم 3 بورصات سياحيه، اهم 3 معارض سياحيه بيبقى فيها ملتقى شركات سياحه من جميع انحاء العالم. فنكون جاهزين بالماتيريال دي، نكون جاهزين بالفيديوهات، ونكون جاهزين بالتكلفه هتبقى على السائح الاجنبي ايه وعلى شركه السياحه ايه، ويبقى في برنامج منظم. صدقيني هتفرق كتير. أنا فخورنا بحضارتي، وعايش أنا بهيبتي. كده اللوحة اترسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك.